اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله مولد مبارك عليكم الناس الكل. بالمناسبه هذه باش نشوفوا مع بعض عصيده بغاليني نوازيت كل احترافيه وتجيكم بنينه على الاخر. اول حاجه باش نحضروا البغاليني، خديت 160 غرام سكر وزدت عليهم 50 غرام ماء باش نحطهم على الغاز. ومن الافضل الحاجه اللي باش نطيبوا فيها تكون خشينه، يعني قاع الكسرونه والا المقله يكون رزين. نخلوه على نار متوسطه ومن غير ما تحركوا. وقت اللي يبدا السكر يتكرمل في الوقت هذا نجمو نحركه. في المرحله هذه باش نزيد البفريوه. من بعد ما عرجتها خديت 200 غرام بفريوه، عرجتهم بالباهي. بالنسبه للقشور راكم تنجموا تخلوها، واللي يحب ينحاها ينحاها. باش نخليها بالقشور باش من بعد تجيني العصيده غامقه. ونحرك بالباهي ومن بعد نحطها على بابي كويسون ديريكت وهي مازالت سخونه، ونحاولوا نحلوها وهي مازالت سخونه للي تبرد شويه ومن بعد نرحاها. من بعد ما بردت باش نقصها بيدي بالطريقه هذه ونحطها في الروبو اللي باش نرحيه فيه. هذا بغاليني نوازيت اللي تحصلنا عليه. خديت عليه 300 ملل حليب و300 ملل ماء، 70 غرام فارينه ومعاهم قبيصه صغيره ملح. وتوا باش نتعدوا الاهم مرحله، يلزمنا نطيبوا العصيد العربي، نطيبوا عصيده الفارينه من الاول ومن بعد نضيفوا لها الحليب والبغاليني. حطيت الفارينه الملح والماء باش نخلطوهم بالباهي وديريكت على الغاز، والبغاليني باش نصب عليه الحليب نخلطهم شوي ونخليهم من بعد. توا حطيت العصيده متاعي تطيب، بالطبيعه لازم تكون نار متوسطه، نبقى نحرك للتطيب. من بعد ما طابت العصيده باش نضيف البغاليني مع الحليب، كمل نحرك لتحضر العصيده متاعنا. وقت اللي تبدا تحضر صاي العصيده متاعنا بدات تبكبك، باش نرمي مغرفتين كبار سكر والا 4 مغارف صغار، ونكمل نحركها بالباهي وديريكت نمشي نصبها في الكيسان وهي مازالت سخونه. اللون متاعها ياسر مزيان، جت غامقه على خاطر ريحه البفريو بالقشور متاعها، والبنه بسم الله ما شاء الله جت بنينه على الاخر. باش نصبها في الصحافي ومن بعد نزينها بالكريمه العربي وشويه فاكهه. بالنسبه للمراحل هذوك ما عملتهمش خاطر صورتهم برشا مرات قبل. وهذا الشكل النهائي نتاع العصيده نتاعنا. بالنسبه لعصيده الزقوق وعصيده البفريوه نخليكم اللين نتاعهم والا الروابط نتاعهم في صندوق الوصف، تلقوهم سينون تلقوهم الفوق. ونشوفوا العصيده هذه كيفاش التكستور نتاعها جت، ما هيش عاقده وما هيش جاريه، تكستور طياره على الاخر. صح وبالشفاء اللي باش يجربها شي هي طيبه وبسلامه.